في سنة 1956 وفي مدينة صغيرة اسمها كنغان شمال ماليزيا اتولدت بنت اسمها مازانا اسماعيل. اتربت وسط أسرة بسيطة، ما كانوش أغنياء ولا مشهورين، لكن عندهم عادات محافظة جدا. من وهي صغيرة كانت مختلفة، بتحب تلفت الانتباه، كان عندها خيال واسع جدا وبتحب الغنى والرقص. في المدرسة كان زمايلها كان شايفينها غريبة، مرة تلاقيها بتغني وسط الفصل كأنها واقفة على المسرح، ومرة تحلم تبقى راقصة باليه مائي، لكن جواها كان في حلم واضح وهو الشهرة. كانت دايما تقول أنا لازم أبقى مشهورة، الكل لازم يعرفني. ولما كبرت شوية دخلت مجال الغنى، وفي الثمانينيات عرفت إزاي تطلع على المسرح لأول مرة. في الوقت ده اتجوزت واتطلقت مرتين، واخيرا اتجوزت محمد نوح افندي عبد الرحمن اللي كان عنده ساعتها 44 سنه. الراجل ده حبها جدا وكان مستعد يعمل اي حاجه عشان يرضيها. ساعتها اغراها بالفلوس والشهره وقال لها هعمل لك البوم ليكي وهخليكي تتشهري. ساعتها اختارت لنفسها اسم جديد وهو منى فندي، اسم غريب ومختلف، وهي كانت شايفه ان الاسم ده هيفتح لها باب الشهره. وساعتها جوزها ساعدها وعمل لها اول البوم، واخر البوم عملته كان باسم ديانا واحد، لكن للاسف الالبوم فشل، الجمهور ما اهتمش والاعلام ما ركزش معاها. منى اتصدمت لانها كانت شايفه ان ده دورها الطبيعي في الحياه، انها تبقى مشهوره. محمد فندي جوزها هو اللي ساعدها تتحول من فنانه فاشله لواحده من اشهر الدجالين في ماليزيا. منى ساعتها قالت لنفسها لو الشهره مش هتجيلي بالغنى يبقى انا اخلق لنفسي شهرتي بطريقه تانية. ومن هنا دخلت عالم السحر والشعوذه، بدات تعرض خدماتها كساحره بتتعامل مع قوه غريبه، وقالت انها تقدر تجلب الحظ وتفتح ابواب الفلوس وتقوي النفوذ. وهي كانت كاريزما، كان عندها شخصيه، مع لبقتها في الكلام الناس صدقتها. الغريب ان اللي صدقها ما كانوش ناس عاديين، لا كانوا